اللي حصل معايا على طريق القنطرة خلاني أؤمن إن في حاجات في الدنيا دي مش لازم نقرب منها أبداً. خلينا نبدأ القصة. أنا اسمي طارق، عندي 35 سنة، من القاهرة. شغلي سواق نقل وبلف كتير بين المحافظات. طبيعة شغلي بتخليني أسافر مسافات طويلة وأوقات كتير أرجع متأخر بالليل. بس اللي حصل في الليلة دي كان مختلف عن أي ليلة عدت عليا قبل كده. الليلة دي كانت في الشتاء، الدنيا برد والهوا تقيل. كنت راجع من شغل في العريش ومتجه للقاهرة. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل. الطريق كان فاضي تماماً، ولا عربية قدامي ولا عربية ورايا. وأنا ماشي على طريق القنطرة حسيت فجأة إن في حاجة غريبة، مش عارف أحدد إيه بالظبط، بس كان في إحساس خوف جوايا، زي ما تكون متراقب. بصيت في المراية اللي جنبي، مفيش حاجة، الطريق فاضي. قلت لنفسي يمكن إرهاق أو تعب من السواقة. لكن بعد دقايق قليلة لقيت حاجة واقفة على جنب الطريق. راجل واقف لوحده في نص الضلمة. الغريب إن المكان ده ما فيهوش بيوت خالص، صحراء على الجانبين، ومفيش أي سبب يخلي حد يقف هناك في الوقت ده. قربت بالعربية شوية، النور بتاع الكشافات وقع عليه. كان لابس عباية سودة طويلة، واقف ثابت مش بيتحرك. وشه ما كانش باين كويس، بس حسيت إن عينه بتبصلي. قلبي بدأ يدق بسرعة. كنت ناوي أعدي ومقفش، لكن فجأة رفع إيده، إشارة إنه عايز يوصل. وقتها حسيت بالصراع جوايا، أقف ولا أكمل؟ بس في الآخر وقفت. فتح باب العربية وركب. أول ما قعد حسيت إن درجة حرارة العربية نزلت فجأة، برد غير طبيعي. بصيت له بطرف عيني. كان راجل طويل نحيف، بشرته شحبة. صوته كان تقيل لما قال: مسافر على فين يا ابني؟ قلت له: القاهرة. سكت شوية وبعدين قال: خدني معاك لآخر الطريق. هزيت راسي وقلت: حاضر. بدأنا نمشي. الدنيا كانت ساكتة بشكل غريب، حتى صوت الموتور حسيته واطي. بعد دقايق الراجل بدأ يتكلم. قال لي: بتخاف من الطريق ده؟ لا، بس قلت الناس له: بتقول لا، عليه كلام غريب. بس الناس بتقول عليه كلام غريب. ضحك ضحكة خفيفة، بس كانت ضحكة مخيفة، وقال: معاهم حق. بصيت له بسرعة، قلت: يعني ايه؟ سكت، وبعدين لف وشه ناحيتي ببطء. ووقتها شفت عيقه. كانت غريبة، غامقة جدا، كأن ما فيهاش بياض. قلبي بدأ يدق أسرع. حسيت برعشة في إيديا. حاولت أركز في الطريق، لكن فضولي خلاني أسأله: أنت كنت واقف هناك بتعمل إيه؟ رد بهدوء: مستني حد. قلت: مين؟ قال: أي حد يعدي. ساعتها حسيت بخوف حقيقي.
بعد شوية العربية بدأت تتهز، زي ما تكون الطريق بقى وعر فجأة. لكن الطريق كان عادي. بصيت في المراية، مفيش حاجة ورايا. رجعت بصيت له، لقيته باصص قدام، بس ملامحه اتغيرت. وشه بقى شاحب أكتر، وقف العربية. وعينه بتلمع بشكل غريب. قال لي فجأة: وقف العربية. صوته كان مختلف، أعمق، أخوف. قلت له: ليه؟ وقف به. رد: وقف حالا. اضطريت أوقف. أول ما العربية وقفت سكت كل حاجة، حتى صوت الهواء. الراجل فتح الباب ونزل، وقبل ما يقفله بصلي وقال جملة لحد النهاردة مش قادر أنساها. قال: ما تمشيش على الطريق ده تاني. اللي بيمشي هنا لوحده مش دايما بيرجع. وقفل الباب. فضلت باصص له من جوه العربية. كان واقف في نص الطريق، الضلمة حواليه. بعد ثواني بدأ يبعد، خطوة خطوة، وبعدين فجأة اختفى قدام عيني. مش مشي، مش دخل مكان، اختفى زي الدخان. وقتها جسمي كله اتجمد، ايديا كانت بترتعش. حاولت اشغل العربية بسرعة، دورت المفتاح، لكن العربية ما دارتش. حاولت تاني، برضو ما اشتغلتش. قعدت لوحدي في العربية في نص الطريق، في الضلمة. وفجأة سمعت صوت، همس جاي من ورايا. صوت واطي جدا لكنه واضح، بيقول: لسه ما خلصناش. بصيت في المراية بسرعة. وقتها شفت نفس الراجل قاعد في الكرسي الخلفي. بصلي وابتسم ابتسامة مرعبة. صرخت ودورت المفتاح مرة تالتة. المرة دي العربية اشتغلت. دست بنزين بكل قوتي وجريت من غير ما ابص ورايا. فضلت سايق بأقصى سرعة لحد ما وصلت أول نقطة شرطة. وقفت، نزلت من العربية ورجلي كانت بترتعش. حكيت للضابط كل حاجة. بصلي بهدوء وقال: انت مش أول واحد يحكي القصة دي. اتصدمت. قلت له: يعني ايه؟ قال: من سنين كان في حادثة حصلت هنا. سكت الضابط، وبعدين قال: من ساعتها ناس كتير بتقول
إنها شافته. بلعت ريقي.